ينفقوا على البحر المتوسط لان هم ما لاقوش شغل هنا. اجساد شبابنا في البحر المتوسط لانهم ركبوا قوارب الموت. خلوا الناس تكفر بالله، واللي منتحر ده كافر بالله. اللي بيركب مركب من غير امنه وعارف ودافع 10,000 جنيه عشان يموت، كفروا الناس وطلعوها من دماء. ولا بد ان نعود الى الله سبحانه وتعالى. لذلك انا لا اريد ان اطيل عليكم، هذه الوقفات ستستمر وانا لن اعود الى بيتي ولن انام. منعوني امبارح من الاعتصام امام الجامعه العربيه، ولا بالتالي انتوا احسن من الجامعه العربيه. سامر على كل مسجد في كل صلاه من الصلوات الخمسه هدعوكم هتقولوا احنا هنعمل ايه؟ انت عايز تتقي النار ولو بشق تمره، تعالى صلي جمعه معانا. ما يلاقوا 40,000 مش هقول لك اعمل مظاهرات ولا حاجه، تعالوا صلوا جمعه كلكم يوم. الجمعه يوم يحسوا ان فيها 40,000 او 50,000 او 60,000 مصري بيصلوا هناك، وعشان واحد هيقوم يتكلم انا او غيري هيقوم يقول مطالب بفتح الحصار عن غزه. ده 1.5 مليون بيموتوا. امبارح بقت زي النقطه زي اهداف كره القدم، يقول لك مين جاب جول النهارده؟ فمن امبارح اخر خبر سمعناه ان في 2 ماتوا في الانعاش فبقوا بس في غزه، فبدل ما يبقوا 99 المذيع بقى يا عيني بتاع غزه بيضحك يقول لك ده بيشاوروا لي بيقولوا لي الشهداء بقوا 101 بيضحك. يا عيني بقت حاجه عاديه. دول ماتوا ليه في المستشفيات؟ ماتوا عشان مصر ما سمحتش لهمش يتعالجوا. الاعمار بيد الله، بس لما يكون واحد عيان توديه المستشفى. فما فيش علاجه مش موجود في غزه، علاجه موجود في مصر. فمصر قفل بعد ما دخلوا خدوا شويه اكل قفلوا عليهم وقالوا عليهم رجلتهم. فدلوقتي بس هذا البند خلال شهر ونص بس 101. اسرائيل بتقتل بالقنابل واحنا بنقتل بالحصار واحنا بنقتل بالتكويع. وسولانا لما جه قال كده وبوش لما جه قال كده واحنا بننفذ ونحن ننفذ. مش عايز اطول عليكم. سنتابع حديثنا في مناسبات اخرى، ولكن سنستمر في هذه الوقفات في كل مساجد المنيل والروضه واللي اعرفها واللي ما اعرفهاش. وادعوكم يوم الجمعه الى صلاه الجمعه في الازهر حتى تشوفوا بس عددنا قد ايه كبير واحنا بنصلي حتى الحصار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا الله وانتم مؤمنون بالاجابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من وليت من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت اللهم وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فك اسر اخوتنا في غزه، اللهم فك اسر اخوتنا في فلسطين والعراق وافغانستان والشيشان والفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه